كيف ستتطور مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه إيران؟ تساؤل عاد إلى الواجهة بعد تولي دونالد ترامب رسميا منصب الرئاسة. اليوم نشر ترامب تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر منتقدا فيها التدخل الإيراني في العراق. قال ترامب إن إيران تتوسع أكثر فأكثر في العراق، حتى بعد أن بددت الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار هناك، مضيفا أن التوسع كان جليا للعيان منذ وقت طويل. تصريحات جاء الرد عليها من مستشار المرشد الإيراني علي ولايتي، الذي قال إنه يجب على ترامب أن يسأل المسؤولين الأمريكيين كيف تم تمريغ أنف أمريكا بالتراب في العراق على حد تعبيره. وأضاف أن تهديدات ترامب غير مجدية ويجب عليه التوقف عن جعل نفسه ألعوبة مسلية كما قال. رد ولايتي أيضا على موقف البيت الأبيض من التجربة الصاروخية التي قامت بها إيران قبل أيام، مشيرا إلى أن طهران مصممة على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي وأن الاختبارات الصاروخية جزء من ذلك. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي حذر طهران ووصف التجربة بالسلوك الضار وغير المقبول، كما اعتبرت إدارة ترامب أن التجربة تمثل انتهاكا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، والذي يطالب إيران بعدم القيام بأي نشاط له علاقة بالصواريخ البالستية. وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بتمزيق الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى قبل عامين، غير أن موقفه الرسمي بهذا الشأن بعد توليه منصب الرئاسة لم يعلن بعد. لكن كثيرين يرون أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه طهران لا تبدو غامضة، وقد بدأها ترامب بوضع إيران على لائحة الدول السبع التي يحظر على رعاياها دخول الولايات المتحدة، في حين تتساءل صحف أمريكية إن كان ترامب سيحرص على الوفاء بوعوده الانتخابية، ومن ضمنها التعامل مع إيران بما تستحقه من قوة كما قال يوما.